أولادي وبناتي الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. أتمنى يا رب يكون كل الوقت اللي فات بخير وسعادة عليكم، وتكون الامتحانات عدت بكل خير زي ما انتوا تتمنوا. النهاردة هنكمل سلسلة المراجعات اللي عاملينها معاكم على قناتنا على اليوتيوب بشوية تريكس كده. أتمنى تكون بنجمع فيها شوية أفكار كتيرة، شوية أفكار هتظبط دماغكم. بس فكر كويس، ورقة وقلم معايا ونبدأ نكتب سوا. يلا بينا سوا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة هتلاقيه كاتب لك في الأول given, to give, having given and give. في السلسلة اللي فاتت واحنا بنحكي في التيستس اللي فاتت بدأنا نفكر في فكرة ان الجملة بادئة بنقط وعندي تصريف ثالث وعندي مصدر وعندي ing and so on، وبدأنا نفكر يا ترى الاختيارات هتبقى عاملة ازاي. تعال بينا نقول مع بعض، نمشي واحدة واحدة انا وانتوا. given او to give او having given او give. خلينا نتفق ان having بتساوي after، وافتر بعدها الماضي التام، ولو مفيش فاعل فالفعل زائد ing. after giving، بعد ما giving money to charity is highly commendable. لا، يبقى مش هقول بعد ما هدي الفلوس للتشاريتي is highly commendable. امال ايه؟ طيب give يا مستر خليها امر، ما ينفعش تكون امر. طيب تصريف ثالث معتمد ان في جمله تانية وببدا بالفعل زي ما هنشوف بعد شويه ونلاقيها مبني للمجهول. امال هنا ايه؟ هروح حاطط كلمه to give. ان تعطي الفلوس للتشاريتي ده حاجه ايه؟ مطلوبه، حاجه كويسه. يبقى الحل الاولى هي to give. تعالوا بينا نمبر 2. نفس الاختيارات بيقول لك ايه؟ given او to give او having given او give، نفس القصه. not his lecture. يلا بصوا الفعل بتاع الجمله الثانيه هو مين بقى؟ the professor left the lecture hall. ساب الليكتشر هول، المكان اللي بيدي فيه المحاضره. يبقى الفاعل عندي ده مش هينفع اقول بقى to give his lecture، تمام؟ دي بعيد عننا. طب give his lecture امر، برضه ما تنفعش. طب ايه رايكم بقى؟ انا هاخد الفاعل ده، عندي حلين given و having given. هاخد الفاعل ده وهبدا بيه هنا واقول the professor not his lecture he left. تنفع دي؟ تنفع. يبقى مش مبني للمجهول. امال الحل هيروح لمين؟ ل having given. وكانوا بيقول لك ايه؟ بعد ما ادى المحاضره بتاعته ساب قاعه المحاضرات ومشي. يبقى انا هنا عايز بعد having او after. نمبر 3، تعال نشوف مع بعض. نمبر 3 بيقول لك ايه؟ given to give. خلاص عرفنا القصه. having given و give. نقط the fact that. التعبير ده عايزك تاخد بالك منه كويس قوي. given the fact that مع الوضع فين في الاعتبار؟ مع الأخذ في الاعتبار. بالحقيقة دي this is their first game. I think they did pretty well. الجملة اللي بعد كده given, giving, having given and give. نفس القصة. not money to a charity is highly commendable. يبقى هنا ده ايه؟ ايه رأيكم لو قلت give money to the charity هتبقى صح ولا giving؟ اسمع، giving. برافو. هنا جملة فاعل giving money to the charity ده فاعل is highly commendable. واخيرا not given to give, having given and give the letter to your mother when you have read it. يبقى ايه يا مستر؟ give. وهنا فعل ايه يا اولاد؟ امر. هنا فعل امر، هروح لمين؟ لgive. كده عرفنا عندنا الفعل في المصدر في حالة الامر، عندنا الاي ان جي في حالة المبني المعلوم، عندنا التصريف الثالث في حالة المبني المجهول. وافتكر كمان لو نقط وراها كوما يبقى بدور على حال. طب تعالى نفكر بنفس التفكير او نفس القصة دي دلوقتي في الجملة اللي جاية دي. يلا بينا. F و
في الامتحانات اللي حلناها مع بعض قبل كده كنا بسرعه رحنا شرحنا قاعده اف بسرعه كده، ارجع لها في الفيديوهات. واحده من الحاجات المهمه خالص في التراكمي. طيب اف في بعدها فاعل، نيجي لنفس القصه ان كأن الجمله بادئه بفعل taken taking to take and took. ما دام بادئه بنقط كالعاده يبقى برضو مصدر ing تصريف ثالث. نقط if نقط immediately after a meal. These medicine are very effective. طيب فين الفعل بتاع الجملة الثانية؟ ها سامع حد بيقول لي these medicines صح. طب تعالى كده نحطها كده if these medicines. ايه رأيكم؟ الدواء هيقدر ياخد نفسه؟ ها اكيد لا. يبقى دي مبني لمين؟ للمجهول. يبقى if taken immediately after the meal لو اتخذ بعد الوجبة الأدوية دي are very effective هتبقى فعالة ومؤثرة. طيب الثانية هنا if نفس الاختيارات if بس بص بقى هنا not this medicine causes any side effect consult. مين هو؟ أنا. consult استشير الدكتور. يبقى هنا أنا لو أنا آخد هذه الأدوية يبقى دي مبني لمين؟ ها معلوم. وطبيعي ما دام مبني معلوم أسمعك هتبقى taking. يبقى هنا اخترت تصريف ثالث عشان بعد if مبني المجهول، وهنا اخترت ing عشان الجملة مبني لمين؟ للمعلوم. تعال نأكد الفكرة دي تاني عشان أسيبها لأن دي واحدة من أهم الأفكار. interest interested interesting interestingly. سمع حد بيقول لي أنا لامح الكومة يا مستر، أقول لك برافو. يبقى هدور على بس على الحال. fortunately surprisingly theoretically and so on لمجرد ما شفت الكومة. طيب اللي بعدها بقى ركز معايا فيها كويس. interest interested interesting interestingly. نقط rates معدلات have risen by ارتفعت، وهندور على risen بعد شوية ما تقلقوش. ارتفعت by 1% نسبة 1%. طيب معدلات هتقول لي يا مستر دي اسم، اقول لك تمام برافو. وبعدين يبقى انا عايز قبلها صفة. الاول حوش دي تمام هحوش دي، يبقى انا عايز قبلها ايه؟ صفة. طب ما انا عندي صفتين interested وinteresting. تقول لي لا معدلات دي غير عاقل يبقى هختار الاي ان جي. طب لو انا حطيت هنا interesting rates بقت معناها ايه؟ معدلات ممتعة. وده ينفع. المعدلات هي الممتعة. ما انت عايز تقول يا مستر انا عايز اقول معدلات، ركز في اللي جايه دي، الفائده. طب دي اعرابها بالعربي ايه يا شباب؟ نكره وراها معرفه. اعرابها مضاف اليه. وما دام مضاف اليه يبقى انا هجيب ايه؟ سامع حد بيقول قلناها في الامتحانات اللي قبل كده هجيب ايه؟ اسمين ورا بعض. يبقى هروح عند كلمه interest rates. طب يعني ايه interest rates؟ يعني معدلات الفائدة. يبقى أنا ليه اخترت هنا interest ومش صفة؟ لأن أنا هنا عندي مضاف إليه. لو دي إعرابها نعت كنت بصيت على الصفة، سواء الإي دي اللي بتصف أشخاص أو الآي إن جي اللي بتصف أشياء. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. نفس الاختيارات. نقط books are read to children at the public library. هنا بقى الكتب اللي اتقرت للأطفال في البابليك لايبراري، الكتب الايه؟ الممتعة. طب تعالى كده الكتب الممتعة. يا مستر اعرابها ايه الممتعة؟ معرفة ورا معرفة يبقى مين؟ نعت. يبقى انا هنا هجيب صفة زائد اسم. ده حال بره ادي الصفه وادي الصفه. طبعا بما ان دي غير عاقل فالصفه اللي بتصف غير عاقل هي صفه المنتهيه باي ان جي، وتصف اشخاص لو هم السبب فيها. لو هم السبب فيها وقلناها قبل كده مع بعض سوا. طيب تعالى
بينا نشوف الفكرة اللي بعد كده. نفس القصة. not as he was in politics. he never joined any political party. مش هينضم لأي حزب سياسي. بالرغم، خلي بالكم، بالرغم. تقول لي هنا بالرغم، اقول لك as تساوي while لما يبقى بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط، او ماضي مستمر and so on. كمان as بتساوي، سمع حد بيقول لي as بتساوي ايه كمان؟ ايه because هي وسنس، بمعنى لان، وساعات تربط جملتين ايا كان زمانهم زي ما اتفقنا قبل كده. لكن كمان as تيجي بمعنى بالرغم من. تقول لي بالرغم من ده انا عارفها اللي هي although. اقول لك عندك حق، although واختها though و even though and so on. وعندي كمان despite و in spite of وعندي كمان however وعندي as وكمان whatever. تقول لي ايه الفرق ما بين كل دول؟ اقول لك دي بيجي بعدها جملة. طب in spite of الفيرب بلس ing. however وراها صفة وكالعادة أو حال، وراها صفة أو حال وكمالة الجملة. as قبلها صفة أو حال وكمالة الجملة. whatever وراها اسم. في كمان فريق تاني بمعنى ده كله، ده معناه بالرغم من. في فريق معناه لكن يا شباب، اللي هو أول كلمة فيه والأساسية وهي but. لكن كمان عندي however. تقول لي يا مستر انت تعفرتني، ما انت كاتب however هنا. اقول لك however هنا في النص تسبق بفول ستوب وبعدها كوما، وهنا معناها لكن. مش بس كده، ده معاهم كمان yet. كل ده معناه لكن. واي جملتين عكس بعض لازم بيكون فيهم حدث اساسي وحدث غريب وغير متوقع. كل اللي معناه بالرغم من يا اولاد ده بيجي وراه الحدث الاساسي مش الحدث الغير متوقع، بعكس اللي معناه لكن بيجي وراه الحدث الغير ايه؟ متوقع. زي فكرة عادل is rich he is sad. الاساس في الموضوع ان هو غني، الغريب ان هو زعلان. فعادل is rich تيجي ورا كل دول، لكن هنا تيجي ورا دول ايه؟ he is ايه؟ sad. عادل is rich but he is sad. طب دي تفيدني فين في الجملة دي؟ as هنا معناها بالرغم ان هو كان شغال في السياسة ما التحقش بأي حزب سياسي. تيجي قبلها ايه بقى؟ صفة او حال زي ما قلنا. طب الصفة هنا تصف مين؟ الافندي ده هي. طب الصفة اللي تصف العاقل يبقى interested. الصفة المنتهية بمين؟ بإي إي دي. خش على النقطة اللي وراها. دلوقتي جه ميعادنا مع آخر فكرة اللي هتقفل لي فكرة الاي ان جي، التصريف الثالث، الصفة، الحال، وهكذا. This job requires not facility تسهيلات fluently طبعا حالة fluent صفة fluency اسم English اسم يبقى قبليه صفة صح؟ طب ما نفس الجملة دي this job requires not in English يتطلب. ما ينفعش اجيب صفة وفي فاصل ما بينهم مين؟ in. امال الطلب ايه؟ fluency. fluency يعني الطلاقة. فلوينسي يعني ايه يا اولاد؟ الطلاقة. طيب اللي بعدها graduate حافظها. قلت لك حوش الحفظ في النظام الجديد. graduate يا مستر معناها يتخرج. graduate of لا graduate of خريج. عندك حق. طب graduate from ماشي برافو. طب graduate in صح. طب graduate with برافو. تقول لي ما هو ما انا زي الفل خلاص ده عارفها. يلا بينا نشوفها. thermometer الترمومتر is graduated is a graduate graduation in degrees. ايه ده؟ هيتخرج بالدرجات بتاعته. ايه دي؟ اصل graduated معناها مدرج متعلم، مش بس يتخرج، معناها مدرج. الثرموميتر ماله؟ مدرج. طب الجملة اللي وراها
8 presidents of the United States 8 من رؤساء أمريكا نقط from Harvard University عملوا ايه بقى؟ اكيد دول اتخرجوا يتخرج من are graduate بره have graduated have been graduating كاتبها ايدي واصلا مش مبني للمجهول و are graduating have graduated اتخرجوا من جامعة هارفارد. وطبعا المضارع التام كلنا عارفينه ان حدث تم وقابل للتكرار يعني لسه ما خلص. طب اللي بعدها my cousin is خد لي بالك من دي بقى وان وشرحناها في فيديو من الفيديوز اللي فاتت وان قبل مين؟ قبل الاسم اللي بيبدأ بصوت ساكن. طب تعالى كده is a graduated graduating graduate graduation هنا معناها خريج ولو جمع هتبقى graduates وطبعا هحذف عشان كده خدت حرف الجر ايه؟ اوف. اذا graduate كفيرب وراها from لكن graduate دي اسم وراها اوف. طب he graduated اهو يا مستر from ما انت قلت لي الفعل كده اقول لك طب كمل كده from law in 2016 طبعا لا graduated in تخصص او السنه. طب اخيرا medical schools are taking steps بتاخد خطوات ليه؟ قال لك to graduate عشان تخرج to graduate. واخيرا she graduated كالعاده اخدنا from واخدنا in ولو هنا في a graduate هتبقى off لكن دلوقتي not honors in يبقى with تخرجت مع مرتبة الشرف في سنة 2019. نيجي للجملة اللي وراها الجملتين اللي وراها رائعين عشان خاطري صحصحة في اللي جاي دي مهمة خالص يلا بينا. has does did have space Peter remove the garbage from here please. النقطة الثانية not Peter removed the garbage from here. يا مستر ما دي هي دي اقول لك لا خلي بالك من دي كده removed ده تصريف ثالث وهنا سؤال طب دي ايه؟ جملة وهنا فعل فين؟ في المصدر. هتجري تقول لي يا مستر خلاص امر منتهي اختار هاز عشان بيتر اقول لك لو اخترنا هنا هاز مطلوب مني هنا تصريف ثالث. تقول لي ايه ده؟ امال دي هنعمل فيها ايه؟ طب خلاص هختار does. طب ما هو لو انا اخترت does في الاخر علامة استفهام. طب خلاص هختار did. لو اخترت did في الاخر علامة استفهام هتقول لي امال اعمل ايه؟ اوعى تقول لي have وتيجي مع بيتر مستحيل. اقول لك للاسف هي دي اللي صح ومش للاسف ولا حاجه لان هي السليمه. خلي بالك من فكرتين. الفكره الاولى ان دي جمله امر وعشان كده بدات الفعل في المصدر. الفكره اللي تشرحينها دلوقتي have Peter remove the garbage خلي بيتر يرمي الجرباج من هنا من فضلك. جمله امر. مش بس كده have السببيه فاكرينها have وعاقل يبقى الفعل فين؟ في المصدر. get وعاقل يبقى الفعل فين؟ to زائد المصدر. طب have و get بعديهم غير عاقل يبقى تصريف ثالث. ده بعكس الجملة دي اللي واضحة خالص اختار فيها has. does غلط عشان هنا تصريف ثالث ولازم يبقى المصدر does و did المصدر وهاف طبعا ما تنفعش مع بيتر. جملة من الجمل المهمة جدا اللي المفروض نبقى كاتبينها ومخلين بالنا منها كويس خالص. تعالوا بقى للجملة الروعة دي ونشوف بقى احنا حافظين ولا لا. Although the police suspected him بالرغم من ان البوليس شك فيه he was able to prove that he قدر يثبت ان هو not when the crime was committed. بس حافظها بسيط تام. فين يا ابني التام؟ يا ترى was working يقول لك لا ده ماضي مستمر
worked ماضي بسيط، had worked ماضي تام، had been working ماضي تام مستمر. انا هختار الماضي التام. طب خلي بالك من حته ان الماضي التام هو حدث انتهى قبل حدوث حدث اخر، يعني حدث وخلص. انما الماضي المستمر حدث اخد وقته وجه حدث تاني عمل ايه بقى؟ ركز في اللي جايه دي. يا منعه انه يكمل زي وانا بلعب رجليا اتكسرت، يا لفت انتباهه وهو مثلا بياكل، قلناها في امتحان من الامتحانات اللي فاتت، التليفون رن، يا اما حصل اثناءه لانه اخد وقت في الماضي. تعال اقول لك دي. بص كده، بالرغم انه بيشك فيه he was able to prove، قدر يثبت ان هو نقط لما الجريمه حصلت انه كان شغال، ان الحدث ده خد لي بالك كويس قوي من دي was working، في الوقت اللي حصلت فيه الجريمه دي هو كان في الشغل. عشان كده اكيد مش هو اللي ارتكب المشكله دي، اكيد مش هو اللي ارتكب الجريمه دي. ما تقوليش بسيط، بسيط تام. ركز كويس قوي في الحته دي. نروح للنقطه اللي بعدها. he used to be a taxi driver. he used to be a taxi driver. now او but now he. لكن دلوقتي يبقى بيتكلم على المضارع. doesn't معانا، didn't مش معانا، hasn't معانا، isn't معانا، كله ده مضارع. طب اختار بناء على ايه؟ الفيرب اللي ورا used to. لو verb to be يبقى انت هتدور على am is are. لو ده فعل اساسي يا اولاد زي run jump play swim يبقى هدور على حاجه من الاثنين، يا اما don't يا اما doesn't. طب هنا verb to be هو كان متعود يبقى تاكسي درايفر، كان شغال تاكسي درايفر، but now he قال لك verb to be يبقى isn't او aren't. حوش doesn't حوش hasn't يبقى عندي مين؟ عندي isn't. ويوزد تو مليان افكار كتيره، مليان افكار كتيره ناخد بالنا منها كويس قوي. يلا بينا على النقطه اللي بعدها. she space has cooked was cooking is cooking to cook when the guests arrived. انت بتعملي ايه؟ ما كنت خلصت من الصبح لازم دبكه ولازم تعملي توجع راسنا طول اليوم. اصل هي كانت بتطبخ اهو الحدث كان مستمر لما الضيوف عملت ايه؟ وصلت. لما الضيوف وصلت منعت الحدث ده. طب هنا she not for 2 hours when the guests arrived. كانت قاعدة تطبخ قد ايه بقى؟ had been cooking. خلي بالك من فكرة for. هي مش for دي دل على المضارع التام. اقول لك هو مين اخو المضارع التام؟ الماضي التام. الماضي التام، بس بشرط الجملة التانية تكون ايه يا شباب؟ ماضي. بشرط الجملة التانية تكون ماضي. خدوا بالكم منها كويس قوي دي. طيب ايه اللي بعدها؟ وايل. يا مستر نعم. سهلة. ماضي مستمر، ماضي بسيط. حدث كان بيحصل، حدث يقطع. في ملحوظة مهمة ان وايل ماضي مستمر، ماضي مستمر. اقول لك برافو عليك. تقول لي بس انا مش هتضحك عليا. اقول لك مين يضحك عليك؟ ايه المشكله؟ تقول لي اصل هنا وايل مفيش بعدها فاعل. قلت لك وبعدين ما دام مفيش بعدها فاعل تقول لي خلاص الفعل اي ان جي. اقول لك ده كان زمان. اهدى على نفسك كده بشكل مهم وركز كويس في الحته دي. وايل عايز تختار اي ان جي؟ ايوه. اقول لك طب يلا عشان تختار هنا اي ان جي وتقول لي هنا فلاينج لازم الفاعل بتاع الجملة التانية يكون هو نفسه الفاعل بتاع الجملة الأولى. While not over Cairo I saw all the city from the plane. وأنا طاير من فوق القاهرة شفت كل المدينة منين؟ من الطيارة. خلي بالكم النهاردة دي بهاريز للطالب لذيذ. وهقول لك برضه عشان ما تزعليش في ملحوظة للبنت القلبوزة. ركزوا كويس قوي في اللي جاي ده. هنا فاعل اي هو اللي قدر يقوم بالفعل، فالفاعل واحد هروح معاك في فلاينج. طب تعالوا للي بعدها. نفس الجملة نفس الجملة هي بيقول لك ايه بقى؟ وايل برضو
نقط over كايرو. ماشي يا سيدي. The pyramids looked fantastic. حط يا باشا يا سيدي الكل يا ست الكل كلمة the pyramids هنا. تعالى كده while حط اسماء ما الأهرامات كانت طايرة. تقول لا يا مستر الأهرامات مش هتطير. أقول لك بس يبقى ما ينفعش ING. ما ينفعش ING. أمال إيه يا مستر؟ لك اختار فاعل تاني. We were flying. أثناء ما إحنا كنا طايرين. منظر الأهرامات كان رائع. فهنا فاعل تاني. تقول له طب ما عملناش دي كده ليه فوق؟ أقول لك خد لي بالك من I were مش I was flying، وإلا كانت هتبقى صح. يلا بينا النقطة اللي بعد كده. تريكس مليانة النهاردة أفكار. ركز وصحصح معايا كده، مهمين جدا. كل الأفكار دي هتعصر دماغك كده وتبدأ تحطك قدام كل الأفكار الصعبة اللي ممكن نتعرض لها في الامتحان. She went to London in راحت لندن سنة كام يا مستر؟ طيب سنة 2019. تفرق؟ أقول لك لا مش تفرق. طيب and we not from here ever since since ودول كلهم يجوا في الآخر مع زمن إيه؟ أمر مفروغ منه، مع زمن المضارع التام. I haven't heard. أنا ما سمعتش منها خالص، ما عرفتش عنها حاجة من ساعة ما سافرت لندن. طب الجملة اللي وراها He met her primary school teacher yesterday. هي قابلت المدرس بتاع المدرسة الابتدائية امبارح. She not him since she was in primary 6. تقول لي سهلة. أقول لك سهلة ليه؟ تقول لي بص ركز معايا كويس خالص. since أهي، since في النص، بعديك يا since ها سامع حد بيقولها؟ قول past simple tense، زمن الماضي البسيط. طب وقبلها يا مستر أنا حافظها مضارع تام. يلا بينا. فين المضارع التام؟ اهو. طلعت من اللجنه عملت اسكت. النهارده الامتحان روعه. النهارده امتحان حلو تمام زي الفل. قفلته جبته في شوال. حالتها ايه دي؟ haven't met. ما انت مديها لنا احنا حافظينها. اتس مده زمنيه، فاعل since فاعل ماضي بسيط، مضارع تام since ماضي بسيط، حافظينها. ابص في الارض، مالك يا مستر؟ انت زعلان؟ اقول لك انا مش زعلان، ده انا هطق. تقول لي ليه ما انت اللي معلمها لنا؟ اقول لك انت ما ركزتش ولا ايه في الجمله الاولى؟ تقول لي مالها الجمله الاولى؟ اقول لك الجمله الاولى مت ماضي. طب وده تفرق في ايه؟ فين الماضي التام يا سيدي الكل؟ ايه ده؟ حوش الجمله دي كلها كده. She haven't met him since he was in primary 6. صح. لكن خد لي بالك من التركية المهمة دي. لو في جملة معاهم كمان ماضي اجري على طول على اخوه. الماضي الايه؟ ها؟ تام. الماضي التام. ودي كانت المقدمة اللي شرحناها في اول السنة. العائلات والازمنة مع بعض سوا، افتكر فاكرينها كويس قوي. اول 3 يونتس. طيب اللي وراه Not your father arrived yet. سهلة. yet في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية. فين have و has؟ your father مفرد has. يلا not your father yet في your father مفرد has. أخبار الامتحان اللي أنت اديته لنا بالظبط هو اللي جه. وأنت حليت اللي إحنا خدناه. طب جات لك الجملة دي ودي قال لك هتفرق في إيه؟ ما الاتنين آخرهم yet. اقول لك انت ايه اللي جات لك؟ تقول لي جات لي الثانيه سهله اخرها يت خلاص يبقى هاف او هاز مضارع تم امر مفروغ منه. ما هتيجي في السؤال وبتيجي في نهايه الجمله المنفيه وكمان بتيجي في النص بمعنى لكن. يلا يا مستر عشان تعرف ان انت تعبك ما راحش هدر. اقول لك ده انا تعبي راح هدر. الله يسامحك. تقول لي ليه؟ اقول لك هنا هاز شغاله. تقول لي اشمعنى هنا؟ لان انا هنا عندي تصريف ثالث. has your father arrived yet؟ هل باباك ما وصلش لحد دلوقتي؟ وطبعا عارفين اوريدي في نهايه سؤال ها الدهشه
سؤال الدهشة. طب تعالى هنا not your father back. هي باك دي يا فالح فاعل؟ هي باك دي اصلا تصريف ثالث. امال يا مستر اعمل ايه؟ انت ما عندكش فعل، اجري على فيرب تو بي. فين هي؟ is your father back yet. ركز كويس في كل تركايه هنقولها. طيب تعالى اللي بعده. she always likes space too politely. ماشي. لايك بعدها الفعل زائد اي ان جي يا مستر او تو المصدر. برافو برافو. مفيش اي ان جي يبقى هختار تو المصدر. برافو. هنطلع بنفس القصه. ها اخبار الامتحان روعه اللي انت اديته بالظبط. وبرضه نطلع ناقصين. الجمله دي جت قبل كده في 2015. he doesn't like being loved at. ما بيحبش يضحك عليه. طب ايه القصه يا مستر هنا؟ طب يلا بينا نخلي بالنا كويس. لو انت قلت she always likes، بص معايا كده، to speak politely. باشا 10/10 صح جدا. لكن ما خدتش لبالك سيادتك من كلمه من to. she always likes to be spoken to politely. هي بتحب ان اللي يتكلم معاه يتكلم بهدوء بأدب. القصة في دي، لو دي مش موجودة يبقى تو المصدر صح. دي موجودة يبقى دي مبني المجهول to be spoken. to be spoken. الجملة اللي بعد كده Egypt space to have اللي هي تو المصدر. بس بص يا ولاد خلينا متفقين ان ما دام عندك فاعل وراه مبني للمجهول على طول عندي تو بثلاث اختيارات: تو والمصدر، تو هاف والتصريف الثالث، تو بي والفعل زائد اي ان جي. تو المصدر في حالة المضارع البسيط والمستقبل، تو هاف والتصريف الثالث في حالة المضارع التام والماضي، تو بي والاي ان جي في حالة المضارع الايه المستمر. طب هنا عمل ايه؟ هو هنا اداني الفاعل واداني تو والمصدر، يبقى ناقصني المجهول. is known معايا، is knowing مش معايا معلوم، knows will know يبقى الوحيدة الموجودة. طب ليه علمت ما اخترتهاش من الأول؟ أحسن يكون في اختيار تاني مجهول. طب ساعتها أعمل إيه؟ عندك فكرتين، يا هيشتغل في حتة المفرد والجمع ودي هتحددها الجملة. ايجيبت فمفرد، لو عندي الاختيار ده are known كنت هختار is known بعينها. طب لو عندي الاختيار ده has been known فده مبني المجهول، ساعتها لازم بيديني كلمة دالة على الزمن المطلوب مني هنا. طيب الجملة اللي وراها يلا بينا. الجملة اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ he is believed اداني هو الفاعل والمبني المجهول واداني تو، يبقى انا بقى عليا اختار تو المصدر، to have والpast participle to be والفعل زائد اي ان جي. تقول لي بس مش كده يا مستر، بس اقول لك مستني ايه تاني؟ قال لي خلي بالك من حته مهمه، بعد ما انت حطيت is believed المبني المجهول حوشها وتاكد ان الفاعل ده يقدر يقوم بالفعل وعندك مفعول به هنا عشان تختار واحده من الثلاثه. قلت لك طب افرض عندي الفاعل وعندي المبني للمجهول والفاعل ده مش هيعرف يعمل الفعل، ساعتها عندي اختيارين: to be والتصريف الثالث، to have been والتصريف الثالث. طب تعال نشوف الاختيارات اللي عندي هنا. to have been heart، to have heart، to heart، to been heart. طبعا دي بره خالص. وخلي بالك من حته كمان عندي هنا كلمه last week، يبقى دي برضو بره لان دي مع المضارع البسيط والمستقبل، يبقى انا عندي دي وعندي دي. طب ايه رايكم؟ هو هيعور نفسه ولا هو اتعور؟ اكيد اتعور، يبقى مبني لمين؟ للمجهول، يبقى to have been hard. نفس الفكره اللي وراها بالظبط. بص كده
I was advised. يلا جاب لي was advised، ادي اهو اهو فاعل فاعل وراها مبني للمجهول، على طول احط to. طيب دي ما فيهاش، يبقى دي مش معايا، دي ما فيهاش، دي معايا. to see و to be seen. يا مستر خلاص سهله دي، مبني المعلومه اختار to see. طب يلا بينا نشطب دي. انا اقدر اشوف ولا ما اقدرش؟ طبعا اقدر اشوف. مين هنا يا مستر؟ مفيش حد. انا هنا معناها انا اتشاف. يبقى هنا عايز مبني المجهول فين يا فندم؟ المبني المجهول to be seen، ومش محتاج كلمه داله لان ما عنديش غيرها. الفكره دي مهمه جدا، ركزوا فيها الله يخليكم. طيب الجمله اللي بعدها my teacher not to be. الله يا مستر فاعل اهو not to والمصدر، بس حط مبني للمجهول. اقول لك برافو كده، انت عرفت الفكره كده، انت صاحبي وحبيبي وكفاء. طب يلا suppose مش مبني المجهول، سيبك منها، برافو. suppose مش مبني المجهول، سيبك منها، برافو. meant مش مبني المجهول، سيبك منها، برافو. seemed مش مبني المجهول، سيبك منها. يا مستر ايه ده؟ ده الاربعه ما فيهوش مبني المجهول. انت بتقول لي غلط ولا ايه؟ اقول لك تعال تعال، الكلام ده ينطبق على كل ما عدا كلمه واحده. seemed seemed مالها؟ ما تتبنيش للمجهول وما بتاخدش اي ان جي، لكن ينطبق عليها نفس القاعده اللي هي المبني المجهول، فاعل وراها seemed من غير ما تتبني للمجهول، وراها to المصدر to have والتصريف الثالث to be والاي ان جي and so on. جمله مهمه دي اكتبها عندك. اللي وراه Mr. Peter space in a bank for 15 years. ماشي. جمله ثانيه Mr. Peter not in a bank for 15 years. جملتين زي بعض، هنا بس مزود حته now he is a wealthy trader. هو شغال في بنك اديله كام سنه؟ 15. بطل؟ ما قاليش. ما قالكش ازاي؟ ما هو الجمله خلصت. طب works عاده متكرره، خلي بالك من فورة. طب will work ده شغال من زمان. طب انا عندي ماضي بسيط وعندي مضارع تام. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان المضارع التام هو حدث تم في الماضي بس ليه تاثير في الحاضر، قد يستمر في الحاضر، قابل للتكرار، ودي مهمه خالص، مهمه جدا. المضارع التام هو سموه لي اصلا مضارع تام لانه بابا اسمه تام، فهو تم فين؟ في الماضي. طب لما هو مضارع عشان هيحصل تاني في الحاضر، قابل للتكرار، ليه تأثير في الحاضر، خبرات سابقة، تم منذ وقت قصير، كل ده مضارع تام، فالحدث قد يستمر. يبقى روح على has worked. بعكس هنا هو ساب الشغلانة دي وشغال دلوقتي ويلث تريدر، من بقك لباب السما، يبقى worked. يبقى ايه؟ worked ماضي بسيط لان الحدث ده تم ومش هيحصل تاني لانه غير الشغلانة بتاعته. الجملة اللي بعد كده اتنين قاعدين مع بعض، فواحد ومراته قاعدين، بيقول لها ايه؟ كوبايه قهوه الله يخليك كده، انا خلاص دماغي جاي من الشغل خلاص فاصل. قالت له اخويا منين؟ ما احنا ما عندناش سكر. راحت فزه بنتهم كده قالت له بابا ايه حبيبتي؟ انا عارفه. I know at some. سامع حد بيقول لي واضحه ما عندناش سكر هشتري. يبقى تروح لمين؟ طبعا قرار سريع، برافو. غلط غلط. النظام ده مش عايزك تاخد راس القبه وتطير، اهدى شويه كده وركز. لو انت قلت دي will والمصدر، طب الكلام ده لو هي قرار سريع انا بقول وهي ردت، تعالى كده بينا سوا. بص معايا الجمله دي. We are out of sugar. I not some. فين will؟ I will buy some. انا هشتري. ايه اللي فرق يا مستر الجمله دي عن اللي فاتت؟ الكلمه دي I know. أنا عارفة. وكأن القرار ده واخداه، وقرار فين؟ في الماضي. دي نية جواه. لازم في القرار في الماضي كلكم عارفين
الاقي كلمه من الكلمات زي مثلا I have decided او I made up my mind. I made up my mind سواء دي او دي. فهنا قال لك ايه؟ I know I'm going to buy. I'm going to buy. انا هشتري. خد لي بالك من الفكره دي كويس قوي. النقطه اللي بعدها، تريكس اللي بعدها، ركز معايا في الفكرتين دول، فكرتين مهمين جدا جدا جدا. يلا بينا سوا. I space my homework when Peter comes. أنا نقط الواجب بتاعي لما بيتر يجي. So I won't be able to go out with him. فمش هقدر أطلع معاه. طب إيه يا فندم؟ I will be doing هكون بعمل مستقبل مستمر. I will have done مستقبل تام هكون عملت. have done مضارع تام بعيدة أصلا عنين. will be done ده مبني المجهول بعيد. طب مين فيهم صح يا مستر؟ طبعا will be doing. ليه؟ إعطاء مبرر في المستقبل. حدث هيكون مستمر في المستقبل. لما بيتر يجي هبقى أنا بعمل الواجب فمش هقدر أطلع معاه. زي بالظبط مع المضارع المستمر أخوها. I can't go out with you today. أنا مش هقدر أطلع معاك النهاردة. ليه يا أخويا؟ أصل بعد الشر عنك I'm studying. قررت إن أنا أذاكر فأنا قاعد أذاكر. مش هينفع في نفس الوقت أكون معاك بره. طب ولو قلت له I couldn't attend your birthday party last Friday. أنا ما قدرتش أحضر حفلة عيد ميلادك الجمعة اللي فاتت. حقك عليا. I was studying. أصل كنت بذاكر كان عندي امتحان تاني يوم. اديت برضو مبرر. وبكده المبرر هيروح في أزمنة المستمرة سواء مضارع مستمر ماضي مستمر ومستقبل مستمر. فأنا هبقى بعمل الواجب لما هو يجي عشان كده مش هقدر أطلع معاه. طب نفس الجملة دي I know up my homework when Peter comes. نفس الجملة. So I will be able to go out with him. هقدر أطلع معاه. يبقى لما يجي هكون أنا خلصت الواجب. اجري على طول على will have done على المستقبل إيه؟ التام. على المستقبل التام. يلا بينا للتريكس اللي بعدها. أفكار كلها مهمة ركزوا فيها. يلا بينا. when بس ما تتكملش. yesterday morning. المستر قال لي yesterday زائد مدة ماضي مستمر. فين did you get up؟ لا. are you getting ده مضارع مستمر. would you get اهي يا مستر. were you getting up. وكالعادة التسرع بتاعنا بتاع الثانوية العامة السنة دي. تعمل ايه؟ اجري. انا عايز اخلص مش بالمنظر ده. اهدى شوية. عندك مليون حق ان yesterday morning زمن ماضي مستمر مليون في المية. اصحى يا فلان. صحي. هي دي خدت وقت. ما ينفعش get up تاخد ing. حل الصح هو اللي احنا شطبناه في الاول. خد لي بالك وانت بتختار اي زمن مستمر اتاكد ان الفعل بياخد ing. مش مجرد انت اخترت عشان الكلمه الداله بتقول لك كده. طب تعال نشوف اللي بعدها كده. تقول ايه؟ yesterday morning. يا مستر ماضي مستمر. لا انا اتعودت ما تسرعش. لا هنا خد بالك بقى. هنا playing. where were you playing yesterday morning؟ هو انت كنت قاعد تلعب فين امبارح الصبح؟ ماضي مستمر. صح. تعال نشوف التركية الحلوة اللي بعدها. after he space his homework. حافظها ماضي تام. شيل المضارع التام والماضي البسيط والماضي المستمر واختار ماضي تام. ليه يا مستر؟ ما هي احنا حافظينها بعد افتر ماضي تام. اقول لك اهدى شويه على نفسك. اهدى شويه. بص دي كده. after he not his homework he will go to the cinema. ما نفس الجمله. تقول لي لا خد لي بالك من went وهنا will. هنا عنده went زمن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط. ده معناه ان مش هينفع اختار معاها مضارع تام لكن ينفع ماضي تام. والماضي التام بعد افتر هو الحدث الاول وده الحدث الثاني. يبقى بعد ما خلصت عمل الواجب بعد ما خلص عمل الواجب عمل ايه؟ he went to the cinema. راح السينما. لكن خد لي بالك من دي. واو. بمجرد ان يكون عندك هنا مستقبل فكر تفكيرين. يا اما مضارع بسيط
يا اما مضارع تام. طب يلا بينا نشوف الاختيارات كده. ده ماضي بسيط finished، was finishing ماضي مستمر، had finished ماضي تام، هروح لمين؟ لهاز. ومن هنا النقطة الثالثة تقول لك ركز لحد ما تخلص قراية الجملة، اوعى تاخد راس القبة وتطير. اوعى تاخد راس القبة وتطير، صح؟ اكتب دي معايا. يلا نشوف التركة اللي بعدها. الله على التركة دي جميلة. each سهلة مفرد، اقول لك برافو وانا معاك جدع. each of them، و each تاخد off يا مستر. every لا، هي every ما تاخدش off؟ لا تاخد، بس لو معاها one او body. طب each of them فين المفرد؟ روج دماغك فين؟ اهي. طب ما تختار اسم، have ما تاخدش ing غير لو معناها اختلف. طيب وهنا are having ما تنفعش، وهنا have جمع ما تنفعش، اروح لمين؟ لهاز. طب خلاص حط هاز هنا. عملت ايه في الامتحان؟ روعه يا لهوي. عارفه مستر لو كل الامتحانات اللي باقيه بعد الانجليش زي الانجليش كده، ده انا خلاص احطه في بطن بطيخه صيفي واطلع مطمن تمام التمام. اقول لك ليه؟ تقول لي اصل انا حليت الجمله صح، انت قلت لي ايتش تبقى مفرد. اقول لك اللي جات لك في الامتحان حلها هاف. تقول لي يخرب بيتك، يخرب بيتك انت بتعلمني غلط. اقول لك صدقني معلمتك غلط. ايتش في بدايه الجمله مفرد من غير ما تفكر، الا في حاله اللغه الغير رسميه، ودي مش مطلوب مني في الامتحان. لكن هنا خلي بالك زي ايتش، حطيت ايتش في مكان تاني غير ده يا اولاد كانها مش موجوده. زي تاخد ايه؟ have. زي have a new car. اكتب دي عندك واكتبي دي عندك، الله يخليك. brothers should always help. طبعا سهله. each other كل منهما الايه؟ الاخر. طب الجمله اللي وراها I met my friends not other، برضو other. each يا مستر. اقول لك لا، every other day يوم بعد يوم. انا بقابل اصحابي يوم بعد يوم. لان هنا help each other نساعد بعض. لكن هنا every other day يوم تلو الآخر. الجملة اللي بعدها فكرة مهمة متكررة عندنا كتير، حافظينها بsuggest وريكومند. كلنا حافظين suggest وريكومند. الفكرة الأولى وراهم الفعل زائد ing ما دام مفيش فاصل. رقم 2، لو في عندي فاعل فانت عندك اختيارين، يا الفعل في المصدر يا اما should زائد المصدر. النهارده هقول لك مش بس recommend، مش بس suggest، لكن خد معاها insist وrequests وفي كماله بعد شويه. طب هنا حطيت بعديهم وproposed that I فاعل، يبقى الفعل فين؟ سامع حد بيقول لي سهله، المصدر صح اللي هي apply. اروح معاك برافو. طب الجمله اللي وراها هي نفس الجمله بس ما عنديش الفعل في المصدر. خلاص، ما المستر قال لك ما دام ما فيش المصدر يبقى should والمصدر. تمام، القاعده لحد كده معانا كويسه. تمام، يلا شوف اللي بعدها. طب مين تاني يا مستر الكلام ده؟ خد بالك من دول بقى. it's important و that، it's necessary that، it's vital that، it's critical that. she فين المصدر؟ مش موجود. فين تو المصدر؟ مش موجودة. امال هنا ايه؟ she المفروض هنا مصدر. طب لو هنا مصدر او should والمصدر مفيش اختيارات. that she gives ما تنفعش. to be given طب مصدر يبقى انا عايز المجهول منها لان هي مش هترقي نفسها، صح؟ هي هتترقى. be given a promotion عشان الجملة الفعل في المصدر، يبقى المبني المجهول بتاعه verb to be والتصريف الثالث. مش هينفع احط to اللي لو قبليها مبني للمجهول زي ما قلناها من شوية. طيب الجملة اللي بعدها recommend جت من غير فاعل وراها، سواء هي او suggest او ايا ما يكون. قلنا يبقى الفعل
زائد ing. الجملة اللي بعد كده This book tells us a lot about ancient Egyptians. الكتاب ده قال لنا كتير عن المصريين القدماء. نقط built a great civilization اللي عملوا حضارة كبيرة جدا. يبقى الاختيار عشان قبل النقط عاقل هختار هو. اقول لك غلط. عشان قبل النقط عاقل مش هختار which. اقول لك برضو غلط. طب اختار whom. انت بتختار بناء على ايه؟ واحدة واحدة كده انا وانتوا. احنا قلنا انا بحط ضمير الوصل بعد الاسم المتكرر في الجملة الاولى، صح؟ ولازم تكون مكان الضمير المتكرر في الجملة الثانية، لازم. طب الضمير المتكرر في الجملة الثانية اللي هو مين؟ they. الكتاب بيقول لي عن المصريين القدماء اللي they built a great civilization. طب ما زي دي عاقل، يبقى طير دي. هو صح لو وراها اسم. هم صح لو وراها فاعل وبعد كده حرف جر. لا هنا اسم ولا فاعل وحرف جر. اما الفعل يبقى الحل الصح هو. نفس الجمله اللي وراها he gave me a book. هو اداني ايه؟ كتاب about ancient Egyptians. برضو قبل النقط عاقل. خلاص يا مستر عرفت هو. اهدى شوف باقي الجمله. يا ترى هنا they was kind of him ولا it was kind of him وده عطف منه؟ يبقى دي جمله وصفيه. وانا سامع حد بيقول لي يا مستر يبقى which زي الجمله اللي حلناها في تيست من التيستس اللي عندكم على القناه اللي قلنا فيها I played a game with my brother which made me tired. لعبت لعبه مع اخويا خلتني تعبان. اللعبه مش اخويا. لازم نعرف الضمير اللي اتحذف كان ايه عشان نعرف نختار ضمير الوصل المناسب. الجمله اللي بعد كده I can't decide not to wear the red dress or the black one whether. عارفين or أو or not. He wondered space or not he had committed whether. وخلي بالكم ساعات بيجيبها بالمنظر ده whether اللي هو الطقس. أنا عارف المعلومة دي عندكم وحافظينها صم، بس تعالى أقول لك المعلومة اللي جاية دي مهمة أوي. خلي بالك whether كمان بختارها في حالة وجود حرف جر قبلها. They disagreed about whether he had anything to do with the crime من غير or. بس بمجرد وجود حرف جر قبلها اختار مين؟ whether. الجملة اللي بعد كده Mr. Peter not كريم if he got high marks in his exams he would buy him a bike. مستر سهلة. ما دام انت مستخدم if كرابط يبقى سؤال. فين السؤال؟ asked وwondered. اقول لك wondered لا، لان wondered ما يبقاش بعدها مفعول به ولا inquired ولا wanted to know. خلاص يا مستر تبقى asked واختارها واطلع من الامتحان برضه زعلان. تقول لي ما احنا باف او وزر ده سؤال بفعل مساعد بربط باف او وزر. ايه المشكله اللي فيها؟ اقول لك مش لما يبقى سؤال لو انت قلت مستر بيتر اسكت كريم ساله لو كنت جبت درجات عاليه هكافئك. فين السؤال يا فندم؟ فين السؤال؟ حوش الجمله الثانيه كده دي تبقى سؤال. هو ساله لو كان جاب درجات عاليه ولا لا كده سؤال. لكن خلي بالك هنا حالة اف الثاني ماضي بسيط وود والمصدر. يبقى هنا مستر بيتر عمل ايه؟ promised وعده. طبعا سيد مش تنفع عشان في متلقي. وعده اخبره ايا ما يكون انه لو كان جاب درجات عالية كان كافئه، او وعده لما يجيب درجات عالية يكافئه. وعد وليس سؤال. نيجي للنقطة اللي بعد كده. وجود she asked me how. وجود أداة الاستفهام في النص تعمل لي ايه؟ تعمل لي حاجتين. رقم واحد ان تبقى وراها جملة كاملة في المباشر وغير مباشر معروفة. بعد ما بربط بأداة الاستفهام تبقى جملة كاملة فيها فاعل وفعل. طيب مفيش هنا
ما دام مفيش يبقى to المصدر. She asked me how to use the washing machine. Do you understand what to do? هو انت فاهمه اللي بتعمليه؟ Tell me when. قولي لي when to press the button. اخبريني امتى تضغطي على الزرار. كمان I have forgotten where to put this little gadget. اين اضع ده؟ يبقى في حالة وجود أداة الاستفهام ركز كويس قوي. يا بعدها فاعل وكمالة جملة، واحنا عارفين كلنا الزمن. أي مضارع بيتحول لماضي من نفس نوع، وأي ماضي بيكون ماضي سامع كويس تام، برافو. نروح على الجملة اللي بعد كده. بيقول لي إيه؟ She told, said, congratulated, refused, her brother had won the prize. سهلة يا مستر. في فاعل وفي مفعول متلقي، يبقى said بره، تمام؟ يبقى أنا هختار told أو congratulated. إيه ده؟ هو قال لأخوه، هو هنى أخوه، هو رفض، دي بعيدة. طب خلاص يا مستر، أنا محتار بين دي وبين دي، بما إن في متلقي أختار مين؟ told. هو مين اللي قال لك أصلاً إن brother متلقي؟ لو براذر متلقي كان لازم يكون في فاعل تاني هنا. هي قالت لأخوها إن هي كسبت الجايزة، يبقى ده مش متلقي. في حالة ده متلقي لازم وجود فاعل هنا وراها. تعالى كده ركز، اكتب دي. she not her brother، نفس الجملة. بص دي بقى، she ده متلقي، ده متلقي. She told her brother she had won the prize. هي قالت لاخوها انها كسبت الجائزة. لكن هنا she said، هي قالت her brother had won the prize. اخوها كسب الجائزة. يبقى هي اللي قالت ان اخوها كسب الجائزة، مش اخبرت اخوها. يبقى في حالة وجود اخبرت اخوها كان يبقى ده متلقي وفي فاعل تاني وراه. تمام يا ولاد؟ يلا الجملة اللي بعدها. واحدة من الأفكار اللي بنقف قدامها كتير، عارف، عشان كده كتبتها وهسيبها لكم هنا في الفيديو مكتوبة كاملة. ركز معايا فيها كويس قوي. الكلمة دي lie، lay، lane. خلي بالك في 3 أفكار من دي. lie، lay، lane. دي بمعنى يركض، يستلقي، يقع على الأرض، يحط الشيء في مكان معين او موجود في مكان معين. زي the documents were lying on the desk. الدوكيومنتس الوثائق دي were lying موجودة على الديسك. he lay ده ماضي on the bed. he lay in the sun يعني هو مستلقي قاعد. طب the Red Sea lies between Asia and Africa. موجود البحر الأحمر بين آسيا وبين أفريقيا. ده معنى دي. طب ما أنا مستر ساعات بشوف دي كده LIE برضو، والماضي منها كده، وأنا كاتبه لكم تحت، ما تكتبوش نفسكم فيه. دي بمعنى سمع حد بيقولها صح، يكذب. برافو، دي بمعنى يكذب. لكن دي بمعنى يركض او يستلقي او شيء موجود في مكان معين. طب تعالوا نشوف مكتوبة فين دي اهي. lie، lie، lied. طب الفكرة اللي بعدها lay. lay يضع او يبيض، الماضي منها او يعد. laid ولاد. lay eggs. lay the book on the desk. lay the table and so on. بناء عليه تعالوا كده نركز مع بعض في فكرتين. ان انا عندي lay اللي هي دي، وهي مضارع معناها يضع او يبيض، وهي ماضي معناها يركض يستلقي. وعندي الفعل ده وهو مضارع ليه معنيين، معنى يركض او يستلقي ومعنى يكذب. طبعا الفرق في التصريفات، لو هو يلقى ويستلقي الماضي بتاعه لي ولين،
لو هو بمعنى يكذب الماضي بتاعه لايت ولايت. بناء عليه تعالوا نحل سوا الجمل دي. يلا بينا نبدا الحل بتاع الجمل بعد ما عرفنا كل الفروقات دي. اول واحده a magazine and a book were found وجدوا were found طبعا وراها الاي ان جي هنا لو موجوده. طب ايه ده جايه ازاي دي؟ قال لك اي فعل اخره اي اي عايز تحوله تضيف له اي ان جي هتحوش الاي اي وتخليها واي. وجدوا مرميين على الارض. تمام؟ دي مش المصدر من يكذب خلاص، لكن يستلقي او تمام او يضع او يركض او يكون موجود في مكان اللي احنا قلناها من شويه. الجمله اللي بعد كده يا اولاد I was told to بعدها الفعل في المصدر. I was told خلي بالكم فاعل مبني المجهول to والمصدر. طيب ما دي مصدر ودي مصدر، دي تصريف ثالث ودي اي ان جي بره. طيب انا اتقال لي اني ارمي اني اضع the book down to lay. طب يا مستر هي دي مش معناها استلقى ركض؟ اقول لك لا دي لو ماضي وما ينفعش ماضي بعد تو بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى دي المعنى الثاني اللي هو يركض او يبيض. طب اللي بعدها يضع او يبيض. don't ever اوعى not to me اوعى تكذب. don't ever lie to me تكذبش عليا. he had بعد هذا التصريف يا مستر الثالث دي بره ودي بره ودي بره طبعا لين. he had lain in bed for an hour هو مستلقي في السرير دي له ساعة before falling asleep كان نام على السرير دي له ساعة قبل ما يستغرق أو يروح ينام. lie lay lain lying the gun on the table where I can see it the policeman said حط ضع المسدس على الترابيزة عشان أقدر أشوفه. يبقى طبعا رحنا لمين؟ للاي وده فعل فين؟ في المصدر. الجملة اللي بعد كده عارف ان الفكرة دي برضو معقدانا. rise raise arise arouse من الاخر عشان قبل ما نشرح دول بالظبط من الاخر الاتنين اللي شكل بعض يا اولاد rise وارايز دول شكل بعض حتى في تصريفاتهم. خلي بالكم هنا روز يبقى هنا اروز، هنا risen يبقى هنا arisen. مالهم يا مستر دول بدون مفعول عشان نروج دماغنا من الكلام ده. بدون مفعول rise او arise اللي شكل بعض. امال raise وده فعل منتظم الماضي منه raised والتصريف الثالث نفس الكلام هو او arouse نفس الكلام فعل منتظم. دول بيجي وراهم مفعول به. يبقى كده عرفنا الاساس بتاعهم الاتنين اللي شكل بعض rise وارايز ما بيجيش وراهم مفعول به. التصريفات عندي بقى rise rose risen arise arose arisen دي معناها ترتفع تشرق تستيقظ، دي معناها ينتج او ينشأ سواء دي او دي بدون مفعول به وراهم. هنا لما اقول the sun rises from the east الشمس تشرق من الشرق مفيش بعد رايز مفعول به. We don't expect any problems will arise احنا متوقعناش ان في اي مشكلة ممكن تنشأ ممكن تحصل برضو مفيش مفعول. نيجي الاثنين التانيين بقى raise raised raised arouse aroused aroused افعال منتظمة دي يربي ويجمع مال ويرفع. I raised هنا the beach umbrella مفعول به الشمسية بتاع الشاطئ. هنا my children يربي ربيت أولادي to respect other هنا رفعت وهنا ربيت. هنا I raised much money حوشت جمعت فلوس when I was abroad لما كنت بالخارج مش aboard على متن طيارة مش broad بمعنى عريض مش board بمعنى سبورة. تمام؟ arouse وaroused معناها يستثير أو يوقظ مش يستيقظ زي رايز. طيب بناء عليه
تعالوا نحل مع بعض الجمل اللي هو مديها لي هنا. يلا بينا. اول واحده is the government going to not the prizes. هنا مفعول به، يبقى هعمل ايه حضرتك؟ حوش دي وحوش دي. هل الحكومة هترفع الأسعار؟ فين يرفع؟ طب لو قلت هل الأسعار ترتفع اللي هي رايز بدون مفعول به. طب تعال نشوف الجملة التانية. يلا بينا الجملة اللي بعدها. Are the prices going to be؟ ده عايز يحولها المبني للمجهول. يبقى كده حضرتك هتبعد عن رايز وأرايز. خلاص؟ ده التصريف التالت من أرايز، وده التصريف التالت من رايز. ابعد عنهم. ليه يا مستر ابعد عنهم؟ لأن مش بيجي وراهم إيه؟ سمعني. مفعول به. ما بيجيش وراهم مفعول به. امال مين اللي بيجي وراهم مفعول به؟ raised واراوزد. فدول بس اللي اتحولوا مبني المجهول. هل الاسعار going to be raised؟ حد هيرفعها؟ يبقى هنا حد the government مثلا raise the prices، يبقى the prices هبدا احولها لمبني المجهول. يبقى هنا الصح raised. he not from the table. from مفيش مفعول به. حوش aroused وحوش raised، يبقى روز او ريزن. طبعا ده تصريف ثالث، هختار عندي روز. اتمنى اكون وضحت الفرق بين الفكرتين دول، لان دول بيبقوا معقربين شويه وبيضايقوا ناس كتير، سواء لي او رايس. الفكره اللي بعد كده could you tell me. فكرتين تحت بعض خلي بالكم منهم. could you tell me how. واتفقنا ما دام اداه الاستفهام في النص عندي فكرتين، يا ببدا بفاعل وبكمل مباشر وغير مباشر الطبيعي بتاعي، يا اما تو المصدر. طيب could you tell me not to the museum. بس انا هنا ما دام في جمله ما فيش تو المصدر يبقى وراها جمله. ده سؤال بره وده سؤال بره. يا مستر خلاص هختار ده. اقول لك ليه؟ تقول لي خلاص بعد هاو حطيت الفاعل، واحنا حافظين ان اي مضارع بيتحول لماضي، فطبيعي ان انا هختار I could go. اقول لك غلط. خد لي بالك من فكره مهمه قوي. هنا جمله مركبه من فكرتين. اولا could هتخلي لك الفعل ده في المصدر، وما دام فعل القول مضارع يبقى الزمن جوه ما يتغيرش. كمان هتعمل لك في الاخر سؤال، وخد لي بالك منها كويس قوي دي. السؤال مش جاي عشان دي، لانه ده يبقى سؤال خبري. لو بدات بيوتل علي tells me how I can go to the museum كنت حطيت نقطة. سؤال خبري. لكن هنا حضرته جه بيقول لك ايه؟ could. زي الجملة اللي وراها على طول، تعال نطبق عليها سوا. Can you kindly tell where. يبقى هحوش السؤال. هروح للجملة the manager had و the manager is. مضارع وماضي. برضه هروح لمين؟ للمضارع. مش هفكر في الماضي حتى لو المعنى مناسب ليها، لأن فعل القول مضارع وحطيت علامة الاستفهام بناء على كلمة كان. ودي فكرة من الأفكار المهمة جدا، خلي بالك منها. طيب الجملة اللي وراها أو الفكرة اللي وراها. You have got two hands. Each of space has 5 fingers. أنت عندك ايدين اتنين، كل ايد منهم فيها 5 fingers. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي، مهمه خالص خالص. each of not has 5 fingers. هنروح لمين؟ خد لي بالك دايما من الكوما. مادام عندك كوما يبقى هتختار بناء عليها ضمير وصل. طب يا مستر لو ما عنديش كوما وعندي نقطة، ما دام عندك نقطة يبقى أنت لسه ما حطيتش ضمير وصل، هتختار ضمير عادي. you have got two hands not each of them. كل منهم has 5 fingers. لكن هنا each of which عشان غير عاقل، وهنا لازم أحط ضمير إيه؟ وصل، وخاصة إن في حرف الجر قبليه.
طبعا حروف الجر مشهوره مع هوم مع العاقل، which مع غير العاقل لو جت قبليه، لان هو تاخد حرف جر في حاله عدم وجود هوم، وان حرف الجر يكون في الاخر، وهكذا وير بالمناسبه. فدي نقطه من الافكار المهمه خالص، اول ما تلاقي ركز على الكوما ولا نقطه، عشان لو نقطه تختار ضمير، انما لو كوما تختار ضمير ايه؟ ضمير وصل. النقطه اللي بعد كده Fortunately I found the mobile. لحسن الحظ انا لقيت الموبايل اللي ضاع مني يبقى فيه ضمير وصل، صح. اجري على ضمير الوصل اهو يا مستر، اختار. ماشي تمام. ايه شروط ضمير الوصل؟ شرطين، بيجي بعد الاسم المتكرر في الجمله الاولى. ماشي. ومكان الضمير المتكرر في الجمله الثانيه. ماشي. ما فيش ضمير اهو، اقول لك which I had lost it، تقول لي خلاص في ضمير وصل تاني ذات. طب ما ذات بتساوي which، ايه دي برضو it. ده كده الاثنين حاطط لك معاهم ضمير، لو مش موجوده مع اي واحده من دول صح. ما دام موجوده مع اتنين، بصيت في الباقي ما لقيتش في ضمير وصل، يبقى حصل له ايه يا فندم؟ اتحذف. وما دام اتحذف طير ويتش مع ات، واللي اتبقى اختاره. ايه اللي اتبقى عندك هنا؟ I had lost. طب الجمله اللي وراها youth should benefit from the advice not by the older. الشباب لازم يستفيدوا من النصيحه اللي اعطيت ليهم بواسطه الكبار. اللي ضمير وصل، روح لويتش. ماشي. which was given مش موجوده عندي، بصيت في الباقي was given، هختارها يا مستر. طب اختار يلا. youth should benefit from the advice was given. ايه ده؟ باي، ده انت عندك فعلين، وما دام عندك فعلين غصب عن عيني وعينك في ضمير ايه؟ وصل. وما دام يا فندم عندك في ضمير وصل يبقى على طول لازم تختاره. طب مش موجود يبقى اتحذف. تروح باصص على طول على الاي ان جي والتصريف الثالث. لقيت اي ان جي اهي وتصريف ثالث، نرجع لاول حصه خالص. هختار دي مع مين؟ سمعني. معلوم، برافو. واكيد هختار دي مع المجهول. النصيحه اعطيت بالمبني لمين؟ للمجهول، يبقى الحل الصح هو given وليس giving. برافو. يلا بعديها هانت اهو، قربنا. if it is true somebody has broken the window نقط. خلي بالك من حته مهمه. ايه دي يا فندم؟ كوما. وايه دي يا باشا؟ علامه استفهام. يبقى ده ايه يا فندم؟ سؤال مزيل، صح. هو السؤال اللي في اخر الجمله بمعنى اليس كذلك. هدف ايه السؤال ده؟ هدفه التاكيد على معلومه هي اصلا عندي انا عارفها متاكد منها، بس زاد التاكيد اللي معناها اليس كذلك. شروطه كوما وعلامه استفهام. واحد. رقم 2 ببص للكلمه الثانيه، تقول لي قصدك از ولا هاز؟ اقول لك هي هنا جملتين في الروابط، خد على الجمله الثانيه. الروابط خد على الجمله الكام؟ الثانيه اللي هي دي هاز بروكن. كلمتين هنزل هاز و somebody. افتكرت ده احنا قلناها برضو في امتحان من الامتحانات اللي فاتت. somebody تعامل معامله المفرد لما اذكرها لاول مره، بس بعوض عنها بضمير جمع. امتى؟ لما ما بقاش محدد ده اذا كان ولد ولا بنت، فبعوض عنها بضمير ايه؟ جمع، اللي هو زي. طب ما زي يا مستر ما ياخدش هاز، ياخد هاف، وده مثبت يبقى منفي. طب عندي haven't زي، تقول لي عندي. طب ليه ما اخترتش hasn't he؟ لان قال لك if it is true somebody has broken the window. حد كسر الازاز. طب الحد ده ولد؟ ما قالش. بنت؟ ما اعرفش. طب ازاي هختار هي؟ بناء على ايه هختار هي؟ عشان كده بنختار عاد عنها ضمير ايه؟ جمع. they hardly eat meat. هنا مروي الكلام زي نزلها زي ما هي. طب eat يا مستر ده فعل اساسي يبقى don't او doesn't، مع زي تبقى do. مثبت يبقى ده منفي. حاسب hardly seldom rarely never، كله ده بينفي. ده منفي. يبقى سؤاله يا شباب مثبت. فين يا مستر المثبت؟
الإجابة عندي هي مين؟ هي دو. الإجابة عندي هي إيه يا شباب؟ دو. دي شوية أفكار حبينا نعصر دماغنا بيهم، نلم بيهم أجزاء كتيرة من المنهج عشان نبقى داخلين امتحاننا وإحنا في أرض صلبة واقفين على حيلنا. وافتكر دايما إن أنت عملت كل اللي عليك طول السنة، مفيش في إيدك تاني حاجة تعملها. وخلي بالك طول السنة طالب ثانوية عامة بيفكر دايما أنا قصرت. هقول لك حاجة وكنت دايما بقولها لكم في الحصص، مادام الوقت اللي كان عندي انا استفدت بيه وذاكرت فيه يبقى انا ما قصرتش. ربنا عنده كتير، وربنا مرتب لكل حد فيكم الخير عشان فرحتكم تستاهل وعشان بيوتكم تستاهل الفرحة دي. انسى اللي فات، كان حلو او وحش، كان حلو الحمد لله، كان وحش الحمد لله، لان عمر ما ترتيب ربنا لينا كان شر. افتكر دايما ان ربنا مرتب لكل حد فينا مكان هو الخير والافضل ليه، بس اكون انا عملت اللي عليا. احنا عملنا علينا طول السنة، تعبنا، اجتهدنا، بذلنا مجهود كبير وحلينا حل كتير، وتعبتكم معايا السنة دي كتير خالص. فيوم الامتحان احنا رايحين عشان نجني التعب كل السنة اللي فاتت. طول السنة من شهر 8 واحنا امتحانات ومراجعات وحل من كتب لحد ما خلاص تعبنا. فيوم الامتحان ده المكافأة لكل حد تعب، هي المكافأة لكل حد بذل مجهود، هي المكافأة لكل حد كان واقف صلب طول السنة. يمكن تكون تعبت في النص، وارد، كلنا بنتعب، مشوار طويل، ثانوية عامة مشوار طويل مش صغير. فتعبت، بذلت مجهود طول السنة، ربنا هيعوضك خير. أتمنى أكون عرفت ألم لكم جزء كبير من المنهج في المحاضرة الصغيرة دي، لحد ما أشوفكم على خير، عشان انتوا وحشتوني جدا. سلام.